السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين خواتاتي صحاباتي ميماتي؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم البنات كاملين؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى كيف العاده يلقاكم في احسن الاحوال بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. نبداو الكلام ديالنا بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المهم اخواتاتي، الفيديو ديال اليوم اكيد الا ما نفعكش ما غاديش يضرك حبيبتي، مهم كباقي الفيديوهات. اليوم غادي نهضروا على الاخطاء اللي كديري في المصروف ديالك، في تدبير الميزانيه ديالك. وهانتوما كتشوفوني في المطبخ غادي نهضر معاكم من الكوزينه يا البنات، حيت هاد الاغلاط هادو كنديروهم من الكوزينه، هاد الاغلاط هادو كنديروهم وحنا في الكوزينه. مفهوم حبيبتي؟ المهم لكل ربات البيوت، لكل الامهات اللي شادين المصروف في يديهم وهما اللي كيصرفوا، هما اللي كيتكلفوا بالميزانيه ديال المطبخ، غادي نقول لك حبيبتي الا كنتي كديري هاد الاخطاء اللي غادي نذكر لك في هذا الفيديو هذا ما تعاوديش ديريهم. واكيد الشهر البدايه ديال الشهر غادي تدوز لك بخير وعلى خير، وغادي تخليك تكملي، يعني الميزانيه ديالك غادي تكفيك حتى الاخر ديال الشهر. يعني ما غتحتاجي لا الكريدي، ما غتحتاجي لا السلف، ما غتحتاجي لا الكارني ديال الحانوت، لا حتى شي حاجه حبيبتي، فقط الا تجنبتي هاد الاغلاط اللي غادي نقول لك دابا. المهم دائما 2025 اولا البدايه ديال كل سنه كنبغيو التغيير، كنطمحوا للتغيير باش الاغلاط اللي كنا كنديرو ما نعاودوش نديروهم، سواء في الميزانيه، في تدبير الميزانيه، وكذلك في الحياه ديالنا بصفه عامه البنات. صافي. المهم البدايه ديال كل سنه كنبغيو دائما نكونوا وحدات، يعني نجددوا من نفوسنا، نجددوا من الحاله ديالنا، يعني نغيروا اي حاجه كنشوفوا. المهم كنشوفوا الحاجه اللي كنا كنديروها في العام اللي قبل، او لا الاهداف اللي كنا طامحين نديروهم في العام اللي قبل وما خدمناش عليهم. انا كنقول لكم ما خدمناش عليهم، حيت اي هدف او لا اي حاجه بغيتي توصلي ليها ضروري ما تخدمي عليها، ضروري. راه كتحسبي راسك بحال اللي كتقراي في واحد الليسي، في واحد المدرسه، راه الا ما قريتيش وما اجتهدتيش راه ما غاديش يجي النجاح غير هكاك، راه ما غاديش تجي ديك النجاح، ديك النتيجه في الاخر انك ناجحه. فهذه هي الحياه كامله. حتى الاهداف ديالك الا ما خدمتيش عليهم، سواء كنتي ربة بيت سواء كنتي عامله، راه ما غاديش يتحققوا بوحدهم. المهم البدايه ديال كل سنه كما قلت لكم دائما كنطمحوا للتغيير، وكنقول لك دائما صاحبي الورقه والستيلو، ديري واحد لاجوندا، هي صديقتك، هي صاحبتك، هي اختك، هي حبيبتك، هي امك، ديما في جنبك. الورقه والستيلو صاحبيهم في حياتك كامله، في اليوميات ديالك كاملين، في السنوات ديالك كاملين، الشهور. شوفي راه ما تقوليش انا غنخدم غير في الاول ديال السنه وصافي ومن بعد غادي ننسى. راه بحال التحديات حتى هما كنقول لك الا كنتي كديري التحدي ديال رمضان، حاولي انك تستمري في التحديات اللي كيكونوا في الاعوام كامله، في العام كامل عفوا. مثلا خدمتي على رمضان، نخدم على العيد الصغير، نخدم على العيد الكبير، ندير التحدي ديال عطله الصيف، المصروف ديال الصيف منين غادي نجيبو. وشوفي راه من القليل كنديروا الكثير، راه غير من المصروف ديالك غادي تجمعي اولا غادي ديري هاد التحديات هادو، من تحدي لتحدي بشويه بشويه حتى كتوصلي لداكشي اللي بغيتي. مفهوم حبيبتي؟ المهم بلا ما نطول عليكم، ولكن قبل ما ندوز للفيديو او للموضوع ديالنا كنقول لك الا كنتي اول مره كتشوفيني وكتشوفي القناه ديالي، اشتركي فضلا وليس امرا اكيد الا عجبك المحتوى، وانضمي للعائله ديالنا. لي لايك ديالكم ما تنساونيش من لي لايك ديالكم. كنقول لكم علاش كتفرجوا وما كديروش اللايك، لاش؟ الله يسهل عليكم، ما تنساونيش اللايك ديالكم، التعاليق ديالكم كذلك الاكثر من رائعه اللي كتشجعني وكتحفزني وكتخليني نوض ونصور معاكم. المهم راه كندير مجهود البنات باش انني، والوقت كذلك راه كنحاول ما امكن انني ناخذ واحد شويه من وقتي باش انني نجيب لكم شي حاجه اللي تفيدكم. فالجزاء ديالكم ليا هو اللايك ما تنساوهش. الله يجازيكم بخير والله يسهل عليكم كاملين. المهم شنو هما الاغلاط اللي كنديروا في الميزانيه ديالنا اولا في المصروف ديالنا اولا في الكوزينه ديالنا؟ غادي نقول لكم في المطبخ ديالكم كنديروا بزاف ديال الاغلاط وهما اللي كيخليو داك المصروف ما كيكفيناش حتى الاخر ديال الشهر. اول حاجه كنقول لك حبيبتي هي الاظرفه. شوف انا دائما وتكرارا اللي كنقول لكم الاظرفه. كي تشدي الميزانيه يعطيها لك الزوج ديالك، كي تشدي الميزانيه يعطيها لك الزوج ديالك، كتولي كتشوفي راسك بحال اللي كتقراي في واحد الليسي، في واحد المدرسه، راه الا ما قريتيش وما اجتهدتيش راه ما غاديش يجي النجاح غير هكاك، راه ما غاديش تجي ديك النتيجه في الاخر انك ناجحه. فهذه هي الحياه كامله. المهم
فاش يعطيك الزوج ديالك ديك الميزانيه اولا داك المصروف ديال المطبخ، اول حاجه اللهم بارك وزيد في ذلك. علاش؟ حيت راه قد اولا الميزانيه اولا داك المصروف اولا ديك البركه واخا تكون قليله، راه ربي كيحضر فيها البركه. وكنقولوا الله يحضر الرزق، البركه على الرزق. الحمد لله. وانت خاصك تحاولي وتتماشي مع ديك الميزانيه ديالك باقصى الطرق. فهم حبيبتي. المهم غادي تقولي اللهم بارك وزيد في ذلك، وغتقسمي الميزانيه ديالك وما فيها بس تخرجي واحد البركه تصدقيها. شوفي انا كنقول لك داك الصدقه بينك وبين مولاك، يعني انت وضميرك انت ونفسك انت، خرجي واحد البركه الله يجعلها 5 دراهم 10 دراهم على حساب داكشي اللي كتشدي، خرجيها وصدقيها في سبيل الله. راه كتخرجيها بهاد اليد حبيبتي، وراه ربي كيدخلها لك من هاد اليد هادي وما كتعرفي لهاش طريق، ما كتعرفيش كيفاش دخلات لك. راه ديك الصدقه اللي صدقتي راه هي اللي دخلت لك واحد النهار اولا من بعد غدا اولا راه ربما تقدري تصدقيها غير من دابا ساعه وكتحصلي على واحد الرزق، ولا ربي كيجازيك بواحد الحاجه. ماشي ضروري تكون جزاء مادي، ماشي ضروري، راه يقدر يكون جزاء معنوي. يقدر مثلا الا لقيت بشي بنت الناس، بشي ولد الناس، بشي يعني بزاف ديال الامور. ولكن المهم هذا موضوع واحد اخر. هاد الصدقه هذه حبيبتي بينك وبين مولاك. المهم انا كنقول لك غير صدقيها حيت ربي كيطرح البركه في داك الرزيق ديالك. ثاني حاجه كما قلت لكم التقسيم والجداول. كنقول لك التقضيه ديالك، تشوفي شنو عندك شنو ما عندكش وسيري تقضاي الستوك. الا كنتي كديري ستوك والمنافع ديالو كثيره. واهم حاجه في التقضيه ديال الخضر، هنا غادي نركز على التقضيه ديال الخضره وديال الديسير. حاولي انك ديري جداول الاكل حيت هما كيخليوك تقتصدي وكيخليوك تصرفي ديك الميزانيه ديالك بدون عشوائيه. كتعرفي راسك شنو طيبي اليوم، شنو طيبي غدا، شنو طيبي بعدو الاسبوع كامل. وكتعرفي كذلك القياس اللي كتاكلي، اللي كياكلوا وليداتك، اللي كياكل الزوج ديالك، اللي كياكلوا اهل البيت كاملين. راه ماشي كاينين الاخوات كينوضوا للكوزينه، كينوضوا للكوزينه تمشي للفريكو تجبد لك نص دجاجه كامله اولا دجاجه كامله وتهبطها بديك الكوكوط وتجيب البصله بلا حساب، المطيشه، الربيع، المهم العطريه حتى هي. شوف راه حتى العطريه خاصك تقتصدي وديري القياس. راه ماشي غير نجبد انا الطاسه ديال الملحه ونكب طاسه سكينجبير نكب وانت غادا الزيت، كذلك الاقتصاد في الزيت. راه خاصك ديري القياس وكلشي بالعبار. الزيت نديرها بالمغرفه، العطريه نديرها بالمعلقه، البصله نشوف شحال مثلا طيبه ديال اللحم اولا ديال الدجاج اولا. المهم القياس. علاش؟ حيت كما قلت لكم كاينين اخوات اللي كيطيبوا، كتجيب نص دجاجه كتجبدها من الكوكوط وكتنصب عليها وتهبط عليها كيلو ديال البطاطا مثلا مخضره ببطاطا، كتهبط عليها كيلو د بطاطا اولا نص كيلو، تهبط عليها بواحد نص كيلو ديال الخيزو ويتغداو منه ويبقى داكشي للعشاء. والعشاء ما كيتعشاوش، كيديروا حاجه واحده اخرى وتبقى ديك المريقه في الثلاجه. اجي حقا نديروها في واحد الطاسه نديروها في الثلاجه، غدا نزيدوا عليها شي حاجه وتكال. وبالتالي لا غد ليه كطيب حاجه واحده اخرى وديك المريقه كتبقى في الثلاجه ما كتكالش. هذا راه ضياع. وهذا الضياع هذا هو اللي كيخليك حبيبتي في الاخر ديال الشهر ربنا خلقتنا. اذا باش يدوز عندك الاخر ديال الشهر بحال الاول ديالو، هادشي اللي خاصك ديري، تمشي في الاول وانت عارفه راسك قياسك. كل واحد كيعرف قياس برادو كما كنقولوا، كل واحد عارف قياس برادو. انا برادي البنات كيهز 2 طوبات ديال السكر ديال المرصود السكر ولا 1.5. علاش انا غادي نكب فيه 3 ديال الطوبات؟ علاش غادي نعمر فيه 3 ديال الطوبات؟ اذا خاصني نشوف القياس اللي كناكل هو اللي غادي نطيب. مفهوم اخوات؟ هذا من ناحيه ديال الخضره. خصوصا الخضره دابا راه ما نقدرش نقول لكم راها طاحت 100%، ولكن راه كطيح حاجه بحال ما طيشه كتلقاها ب3 دراهم 4 دراهم، ولكن حاجه واحده اخرى راها بواحد الثمن اللي هو صاروخي. باش نقولوا الخضره راه طاحت 100%، الثمن ديالها راه ما طاحتش البنات. اذا ولو تكون طاحت، شوف ولو يكون الثمن ديالها منخفض، راه الا كنتي باغا توفري وتقتصدي وما تضيعيش، راه خاصك دائما جداول الاكل وطيبي داك القياس اللي غادي تاكلو فقط، باش هكا في الاخر ديال الشهر كتوفري واحد البركه،
كتوفري واحد الرزيق اللي كيخليك شهر على خوه، شهر مور شهر كتجمعي واحد الرزيق، واحد الفليسات اللي كيعاونوك انك ديري مثلا شي حاجه لراسك. ديري مثلا كانت شهوتك في شي سنيسله، كانت شهوتك في شي خاتم، كانت شهوتك في شي حلقات، كانت شهوتك مثلا ديري شي مشروع حبيبتي لراسك تخدميه، كان في شهوتك انك تزيدي شي حاجه في دارك، كان شهوتك بزاف. شوف، وديك بغيت 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 راه ما كتساليش. ما عمرنا ما نقولوا لا صافي انا ساليت، راه كديري حاجه وكتبان لك حاجه واحده اخرى خاصك ديريها. راه تقدر مثلا هاد الشهر هذا شريتي واحد الحاجه مثلا للكوزينه، مثلا دابا رمضان قرب، كنبغيو هكا المعينات جداد، كنبغيو كيسان، كنبغيو زلايف، كنبغيو المهم. ولكن راه كتشري داك المعينات ديال الكوزينه صافي، ما يمكنش تقولي لا صافي ما خاصني انا دابا حتى شي حاجه. بالعكس، راه تقدر تبان لك مثلا غير الطبله خاصك القلع ديالها، يعني داك الميكا ديال الطبله خاصك السرابت، خاصك الصالون مثلا خاصك تبدلي ليه طليمطات، خاصك بزاف شي ديكور هكا، شي بزاف ديال الحوايج. اذا ما عمر ديك بغيت ما كتسالي. باش نقولوا راه كنساليو من بغيت، راه انت كتبغي، الوليدات كيبغيو، راه حتى الوليدات كيتشهاو وكيبغيو الحاجه وكيبغيو يلبسوا وكيبغيو كيشوفوا وليدات في المدرسه اولا في الزنقه اولا صحابهم لابسين واحد الحاجه جديده، راه كيجي كيقول لك ماما راه فلان راه لابس، شرات ليه ماما اولا بابا واحد الحاجه جديده، مثلا سبرديله جديده، اذا حتى هو شهوته في واحد السبرديله. فهمتوني اخواتي؟ اذا ما عمرنا ما كنساليو من بغيت، ما عمرنا ما كنقنعوا. الحمد لله كنقول لكم قنعوا بداك الشيء اللي عندكم، بالرزيق اللي عندكم، بالبركه اللي عندكم، ما تعلقوش فين تفلقوا. صافي نمشي انا على قياس برادي كما قلت لكم، عندك في الصالير ديالك اولا في الميزانيه ديالك 4000 درهم، غادي نمشي على قياس 4000 درهم. عندي قياس 10000 درهم، نمشي على قياس 10000 درهم. عندك 1500 درهم، غادي تمشي على 1500 درهم. ماشي نصرف 1500 درهم وفي الاخر ديال الشهر كنتسلف. اذا هنا كطيحي في الفخ ديال القروض ديال الكريدي، وبالتالي كيجي الشهر كتشدي ديك 1500 درهم اولا اللي كان وكتردي الكريديات اللي عندك، وعاوتاني كيبدا الشهر عندك من جديد. خاصك تسلفي من هذا وتسلفي من هذا وتمشي عند هذه تسلفي منها، وانتي غادا في المطبات ديال الكريدي وديال القروض، وهذا غلط. اذا هذا الغلط الاول، الغلط ديال التقضيه، الغلط ديال العشوائيه في التقضيه، الغلط ديال العشوائيه في حتى المؤن او عفوا المؤونه، يعني التقضيه ديال الهري راه نفس الشيء. انا ما غاديش نتقضى واحد الحاجه اللي ما خاصانيش وكتبقى شهر وشهرين وثلاث شهور وما واصلهاش كاع، وانت كنمشي مثلا ديك التشيشه، اللوبيا، القطاني بصفه عامه، القطاني بصفه عامه. كاينين اخوات كيديروا ستوك، انا ما نقدرش ندير ستوك ديال القطاني. علاش؟ حيت انا الله اعلم، ولكن على حسب كل مدينه، حيت الجو ما كيساعدنيش انني ندير ستوك ديال القطاني. البنات سمحوا لي مشات لي الهضره المهم ديال القطاني. علاش؟ حيت كدوز مثلا شهرين 3 شهور كنلقى داك البخوش ديال القطاني مثلا الفول وديال نايض فيه. راه واخا كنعيا كندير فيهم وراق الرند اي وراق سيدنا موسى، كندير ديك الملحه كندير، ولكن والو يا البنات ما كتقضي حتى شي حاجه. اذا كنحاول مثلا نقضي غير الحاجه، نشري الحاجه اللي تقدر دوز لي غير شهرين، يعني الشهر الاول والشهر الاخر فقط، ومن بعد عاوتاني الشهر الثالث كنمشي كنتقضاها. نقدر ندير ستوك مثلا في الحوايج اللي كيصبروا، مثلا بحال ديك الشعريه الصينيه، بحال المعلبات، بحال شنو اخرى البنات، يعني في الحاجه اللي تكون معلبه اللي تصبر لي. اما القطاني والدقيق وداك الشيء الاخر راه ما كيصبرليش. وانتم عاوتاني على حسب كما قلت لكم الجو ديال المدينه فاش عايشين. ف بالنسبه لي انا ستوك ما كنديروش في هاد الحوايج هادو، ولكن الستوك ديالو كنديرو فلوس. ديك 20 درهم اللي غادي نخرج مثلا ندير بها هاد الشهر، نجيب حاجه والشهر الاخر ندير حاجه. شوف انا قلت لكم غير 20 درهم على حسب كل وحده والمصروف ديالها. كاين اللي كدير الثمن ديال الستوك 50 درهم، كاين اللي كدير 30 درهم، كاين اللي كدير 70 درهم، 100 درهم على حساب.
ولكن انا عطيتكم غير مثال. 20 درهم مثلا كنت غنجيب بها جوج حوايج هذا الشهر وجوج حوايج، و20 درهم عفوا نجيب بها جوج حوايج وحدين اخرين الشهر الماجي، انا كنخليها فلوس، كنخليها 20 درهم هذا الشهر و20 درهم الشهر الاخر و20 درهم الشهر الماجي وهي غاده. صافي هذا ما كان اخواتي. الغلط الاخر اللي خاصك ديري هي في اطار بغيت فقط واحد النصيحه نقولها لك حبيبتي، هي وليداتك حاولي انك ماشي اي حاجه بغاوها تحضريها لهم، اي حاجه بغاوها تحضريها لهم هذه لا يمكن. علميهم ان الميزانيه ديالك محدوده، علميهم انهم يمشيو على قدر المصروف ديالك وعلى قدر الميزانيه ديالك. مثلا انا يجي عندي ولدي يقول لي يا ماما راه فلان شرا السبرديله بقده وقده، نقول له شوف اولدي هذاك راه باباه ربما خدام طبيب، ربما خدام موظف في مع الدوله مثلا، خدام مثلا في الشركه الفلانيه، خدام المهم عنده الموارد الماليه ديالو شويه يعني ميسور، هذاك الشيء علاش شراها بقده وقده. ولكن حنا ما نقدروش نشريوها بالثمن، غادي نشري لك سبرديله ولكن بالقياس ديال الميزانيه ديالي، يعني بقده وقده. صافي علميه من الصغر، علميه انه يدير الربيعه ديالو في الصغر، اعطيه، حاولي تكبريه على هاد الطريقه هذه. علاش؟ حيت فاش يكبر خاص حتى هو يكبر ويضرب الحساب لداك الدرهم اللي كيخرج، لداك الفلوس اللي كيخرج، باش ان داك الفلوس راه ما كيجيوش غير هكاك، راه داك الفلوس راه الانسان كيضرب عليهم تماره، الانسان كيضرب عليهم ربما كيسهر عليهم في الليل وفي البرد وفي الشتاء وفي الصيف وبزاف ديال الحوايج، وهذا الشيء كامل باش يجيب واحد البركه، واحد الرزيق باش يكبر داك الوليدات. اذا علميه انه حتى هو فاش يكبر خاصو يضرب الحساب لهاد الحوايج هادو. المهم هذا موضوع واحد اخر جبتو لكم البنات غير في اطار هاد الكلمه ديال بغيت حيت ما كتساليش لا من الناس الكبار لا من الناس اولا من الدراري الصغار. وكاين واحد الغلط واحد اخر كنديروه عاوتاني في الماكله في الكوزينه ديالنا، هو اننا كنطيبوا بزاف ديال المواكل اللي في الاخير شي كيتكل شي ما كيتكلش. كنقول لك مثلا طيبتي طبسيل ديال العدس معاه واحد الشليضه، وشوفي دير جدول الاكل، كنقولها وكنعاودها، ديري جداول الاكل راه كيعاونوا بزاف. المهم فاش كنطيبوا مثلا اليوم واحد الطبسيل ديال العدس ومعاه واحد الشليضه ومعاه واحد ديسير طبيسيل ديال الديسير، سمحوا لي البنات، راه في ديك الدار كاينين مثلا تقدري تلقاي، ما غاديش نعمم، ولكن تقدري تلقاي في بعض البيوت بعض الاشخاص ما كياكلوش داك الطبسيل ديال العدس، ما كياكلوش العدس. كنقول لك الا كان لسبب مثلا انه كيمرضهم ماشي مشكل، تقدري ديري مثلا العدس وديري ليه وديري واحد الطبق واحد اخر على ود داك الشخص اللي ما كياكلش العدس. ولكن الا كان داك العدس ما كيمرض حتى شي واحد، ما كيأذي حتى شي واحد في صحته، يعني غير هكاك لله في سبيل الله، انا كيجي ولدك ولا بنتك ولا كيقول لك انا ما غاديش ناكل العدس، ما كيعجبنيش. علاش ما كيعجبكش؟ ما كيعجبنيش، وغتنوضي طيبي ليه انت عاوتاني واحد الطبق واحد اخر اللي تقدري طيبي فيه مثلا واحد طريف ديال الدجاج مثلا بتقلي ليه الفريت وهذا. نهائيا كنقول لك هذا الغلط هذا ما ديريهش. شوفي راه غادي تخلي ولدك تقولي له شوف هادشي اللي كاين، بغيتي تاكل تزيد تاكل، ما بغيتيش جلس بالجوع. انا متاكده وكوني تنتي متاكده 100% انه غادي يزيد ياكل، غادي ياكل. علاش؟ حيت شايف راسو ما عنده ما ياكل من غير داك العدس صافي. ولكن انت الا فشتيه بماكله واحده اخرى وتنوضي توجدي له وتراري به، واش نقلب البطاطا، واش ندير لك الطون في الخبز، واش هاد القضيه هذه هي اللي كتفششهم وكيخليوهم يتفشوا عليك في الماكله. خليه يدبر راسو. وقلت لك الا قلتي لي هادشي اللي كاين، الا بغيتي تاكل زيد تاكل، ما بغيتيش جلس، راه انا متاكده غادي يزيد ياكل. كوني تنتي متاكده غادي يزيد ياكل. علاش؟ حيت ما غاديش يبقى بالجوع. اليوم العدس، غدا عاوتاني غادي نفرحهم شويه وغادي ندير مثلا واحد الطريف ديال الدجاج وغادي نقلي لهم الفريت البصله والزبيب ونزيد عاوتاني ندير لهم واحد الشليضه، ندير لهم شويه د المايونيز فوق منها والكيتشوب، هما كيعجبهم هذا الشيء هذا. فنحاول ما امكن انه نمشي راسي وبالقياس. شوفوا
كنعاود نقولها القياس ثم القياس. وفي اطار هذا القياس هذه شهر رمضان البنات هو اللي كنقول لكم الشهر اللي كيوقعوا فيه الكوارث. علاش؟ حيت الانسان كيكون صايم. شوف راه بطبيعتنا كنكونوا صايمين وكنتشهاو ولكن راه فاش كتحط الطبله ديال الفطور حدنا كنلوحوا ديك الدغيمه اللواله صافي كنشبعوا وهبطوا في التعاليق وقولوا لي واش هادشي بصح ولا غير انا اللي كيوقع لي. المهم كناكلوا داك الدغيمات الاولين كنلوحوهم في فمنا كنشبعوا صافي. اذا لاش ديك الطبله كامله غادي نحضرها؟ شكون غياكلها؟ كتلقى البغرير وتلقى البطبوط وتلقى المسمن وتلقى البيتزا وتلقى الكيش وتلقى الحريره وتلقى التمر وتلقى بزاف. شوفوا وهذا الشيء هذا راه حرام. علاش؟ حيت غادي طيبي هذا الشيء كامل اليوم وشي غيتكل وشي غادي تلوحيه غدا في لابوبيل. وبعض الناس مساكن اللي ما لاقيين ما ياكلوا في الزنقه. اذا هذا الشيء هذا خاصك تضربي ليه الحساب. وكيقولوا لك الشهر ديال رمضان كيقولوا لك شهر رمضان كيكسروا فيه المصاريف. علاش كيكسروا فيه المصاريف؟ انا كيجيني شهر رمضان بحال كباقي الشهور. علاش؟ الايامات الاخرين العاديين كنفطروا كنوضوا كنوجدوا الطيبطات اتاي اللوازم ديال الطبله. كنجي للغدا عاوتاني كطيب واحد الطويجين اولا واحد القطنيه اولا الحوت اولا وشليضه وهذا الغدا. كتجي للكوتي عاوتاني كدير كيكه. واللي كيدير الكوتي والعشاء وكاين اللي كيدير كوتي وعشاء وكيجمع كلشي. كتجي للكوتي عاوتاني كتلقى كيكه وكويس ديال القهوه بالحليب. والعشاء عاوتاني تقدر طيب مثلا حسوه حريره لي باط الوليدات اللي كاين اللي كدير مثلا مريقه في الليل حيت ولادها ومولا دارها كياكل مريقه. ما يمكنش ما يتعشاش بالمريقه. يعني كل واحد وشنو مولف في البيت ديالو. اذا حتى شهر رمضان هكا كيكون. اذا علاش ما نجمعش هادشي كامل ونحطو في طبله واحده؟ علاش انا غادي نكثر؟ درتي اليوم البيتزا غدا غادي ندير الكيش. ما نحضرش انا كلشي هاد الليله هادي اولا في هاد الفطور هذا وغدا عاوتاني نحضر حاجه واحده اخرى. وكما قلت لكم في الاخير كلشي كيمشي لابوبيل. اعزكم الله. وراكم شايفين بعويناتكم الشهر ديال رمضان فاش كنخرجوا هكا للشوارع كتلقى لا حول ولا قوه الا بالله الماكله مهرقه الحريره. يعني فالانسان خاصو يراجع نفسه. الانسان خاصو يفكر. راه 100 خميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص. اذا قبل ما ندخل الكوزينه اولا قبل ما نطيب خاصني ندير جدول اكل. قبل ما نتقدى خاصني ندير جدول اكل. قبل ما نصرف خاصني ندير تقسيم للميزانيه. قبل ما ندير تقسيم الميزانيه خاصني ندير واحد التخطيط شحال كيكفيني في كذا وشحال كيكفيني في كذا باش هكا كتمشي ديك الميزانيه ديالك بدون عشوائيه. لا للعشوائيه في الكوزينه، لا للعشوائيه في المطبخ، لا للعشوائيه في تدبير المصروف البنات. شوف راه ما كتجيش الاهداف وكتحقق غير هكا. راه فاش كتسمعي واحد الاخت دارت كتقول لك راه غير جالسه في الدار، كتسمعيها غير جالسه في الدار ومثلا دارت شي حاجه. اذا باش دارت ديك الحاجه راه دارتو بالعقل البنات، دارتو بالدراع حيت خدمت عقلها وخدمت حتى دراعها. ماشي كتجلس حتى كيطلع عليها النهار وتنوض وتمشي للزنقه وكتجيب الباريزيان للفطور. ماشي كتجلس العشيه عاوتاني كتغدى والعشيه كتضربها بنعسه وتمشي للكوتي عاوتاني تجيب الكرواسه والبتي بان من الزنقه. مفهوم اخوات؟ راه كتخدم عقلها. راه الا جابتهم بجوج مرات 3 المرات 5 المرات 6 المرات في الشهر ماشي مشكل. حنا بطبيعتنا كنتشهاو وكتجي ظروف الانسان كيعيا ماشي مشكل. ولكن انك الشهر كامل وانت كديري هاد الحوايج وانت كتخرجي على برا كتجيبي الماكله من برا ما يمكنش تجي في الاخر وتقولي لي وعلاش انا غادي اولا عفوا علاش انا ما قدرتش نوفر ولا علاش انا ما قدرتش ندير بحال ديك السيده اولا بحال ديك الاخت اولا. فكنتمنى حبيبتي هاد الاغلاط هادو عفوا ما ديريهم. الا كنتي كديريهم ما ديريهمش بدايه سنه جديده. احنا غادي ندخلوا في شهر جديد. اذا راجعي نفسك وان شاء الله غادي تحداي نفسك شهر واحد وراه شويه بشويه. راه التجربه كتخليك تعلمي ومن التجارب نتعلم. صافي اخوات، المهم نتلاقاكم في فيديو جديد ومع السلامه.